العلاقة ما بيناتكم هي علاقة وما فماش صداق، وما فماش عرس. خاتم هذايا خاتم عرسي. أنا عرست عمري 45 سنة ورزقني ربي بنتي. ولدت في إيطاليا؟ ولدت في إيطاليا. ويني وطنيتك؟ لما يوقفوك الناس في الشارع يقولوا لك وينك غايب؟ وليت متفرج عادي. توجع. يعرضني صغير عمره 10 سنين وتوا يعيط لي عم المغزل، تفرحني برشا الحكايه. مريم الدباغ جاسوسة تخدم لمصلحة الإسرائيليين. شكون قال لك أنت؟ تحوس مرتاحة بتليفونك بكاميراتك بانستغرامك اللي فيها 4 ملايين وواش. كاميكاز أنا في مخي. تسمع غنايات أحمد سعد ولا ليه؟ أنا من عشاق أغاني أحمد سعد. اعتذرت منه ولا ما اعتذرتش؟ علاش نعتذر منه؟ هو ما اعتذروا منه. فما صارت حاجات في ليكوليس خايبين برشا. كيما؟ مثلا إدارة أعمال أحمد سعد مثلا ياسر خايبة. إدارة أعمال أحمد سعد دزوك. ماذا بيا نفرح؟ الحق ما ذبش باكيني يظهر لي. بعدت من العباد، من الخروج، من السهاري، من العري، من كل شيء اللي تصوروا انت في عقلك باش انا يكون العبد اللي معايا فرحان. حطيت تصويره مكتوب عليها لن نركع، وفيها تصور نتاع 2 enfants avec le drapeau palestinien. تصويره عملت 4000 جيم. كان حطيت تصويره فيها بيكيني راهي عملت 200,000 جيم. حنان في كل فرحة تلقاها موجودة، وفي كل حزن تلقاها موجودة، وأحاسيسها أكثر من اللازم. هل أنت مصابة بمرض نفسي أو هل أنت إنسانة تحترفين التمثيل؟ لا لا لا، هذه ما تحكيهاش، هذه ما تحكيهاش وما نسمحلكش باش تحكيها. أنا غادي في الكتيبة متاع جنين قدام الفيلا متاعها، خاطر أنا كان نخرج مع واحد منهم على سقاية نتقصف معه. 2020 2021 كانوا عندك أصحاب إسرائيليين. مازال فما عندي أصحاب إسرائيليين أما مع القضية الفلسطينية. حسيت روحي اللي دنيا أخرى. لميس كان لعن عليا. يمكن فما تصويرة عندي كان نعديها لك تو تخرج من الاستوديو